السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدين الكرام، مشاهدين قناة الحدث الإقليمية لايف، أهلا ومرحبا بكم. شرفنا اليوم بتواجد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة كفر الشيخ. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ اليوم، ولقاء سيادته بالطلاب. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع ملاعب بجامعة كفر الشيخ. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة كفر الشيخ، وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الدولة بالكامل لمنظومة الجامعات تقديرا لدورها الهام وإيمانا به بالتعليم الجامعي المتميز والمتطور. وقال سيادته وهي قادرة على التقدم إلى مستقبل أفضل. كما وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للجامعات بما يلي: أولا، تعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب. يبقى وجه سيادته تعزيز آليات لرعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ولمعرفة الابتكار والإبداع في المجتمع. كما قال سيادته بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة. وقال سيادته أيضا تطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل شخصية الطلاب وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم، أيضا اتجاه التحديات والفرص في جمهورية مصر العربية. ومن جانبهم أعرب السادة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات عن تشريفه بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديرهم لحرص سيادته على تعزيز دور الجامعات المصرية في تكوين كوادر شابة من أبناء الوطن. يبقى تعزيز دور الجامعات المصرية في تكوين كوادر شابة من أبناء الوطن قادرة على المنافسة في سوق العمل وتحقيق حاجات المجتمع وخطط التنمية الشاملة. كما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أيضا بزيارة جامعة كفر الشيخ، حيث شارك مع الطلاب في إفطار جماعي.
في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرص قيادته على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى آراء. وأكد السيسي حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية. يبقى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك للاعتماد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وذلك الاعتماد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وذلك للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلاب أهمية تنمية الوعي والإدراك لديهم. يبقى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطلاب أهمية تنمية الوعي والإدراك لديهم اتجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي، سواء كانت داخلية أو خارجية، سواء كانت داخلية على مستوى الدولة أو الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي، وتنمية قدراتهم لسوق العمل. وزي ما احنا شايفين قدامكم دلوقتي عبر الشاشة، شايفين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الآن في جامعة كفر الشيخ مع المجلس الأعلى للجامعات، زي ما احنا شايفين دلوقتي عبر الشاشة. طبعا النهاردة كان لقاء فخامة الرئيس، دي كلامنا عن جامعة كفر الشيخ. المفترض ان فخامة الرئيس النهاردة ان هو بعد زيارة الجامعة ان هو هيروح لمستشفى الأورام او جامعة الأورام بمحافظة كفر الشيخ، ثم ينتقل الى مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ لزيارة البيوت وزيارة الأماكن اللي هي يعني اللهم بارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم، زي ما احنا شايفين قدامكم اهو. تمام، دي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو من داخل كلية الذكاء الاصطناعي، زي ما احنا شايفين قدامكم اهو، وهو مع الطلاب أثناء تواجده في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ. واحنا كشباب بنقول لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شرفتنا النهاردة بتواجدك في محافظة كفر الشيخ، وشرفنا كشباب ونساء وقيادات في محافظة كفر الشيخ بتواجدك معنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد لحضراتكم النهاردة كان فخامة الرئيس بعد الانتهاء الزيارة من جامعة كفر الشيخ إلى المستشفى جامعة الأورام أو مستشفى الأورام بكفر الشيخ، ثم الانتقال إلى بلطيم لزيارة الرمال السوداء وبعض المشروعات الكبيرة في مركز بلطيم. وبنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لزيارته إلى محافظة كفر الشيخ
ونتمنى من سيادته تكرار هذه الزيارة لكي نشرف به من داخل محافظة كفر الشيخ. احنا شايفين دلوقتي فخامة الرئيس مع المجلس الأعلى لجامعة كفر الشيخ من داخل الجامعة، أو دي من داخل أرض الملاعب بجامعة كفر الشيخ، كما هو واضح في الصورة لسيادتكم الآن. وبنشكر كل القيادات اللي شرفتنا اليوم، وكل القيادات اللي كانت متواجدة مع الزعيم القائد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبنشكر في الأول وفي الآخر مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة للأحداث اليوم. طبعا ده فخامة الرئيس أثناء تواجده مع الطلبة في كلية الذكاء الاصطناعي وأبناء ودي الطلبة الموجودة في جامعة كفر الشيخ. وطبعا فخامة الرئيس النهاردة يعني كان في إفطار جماعي مع الطلبة. وبنشكر كل مشاهدينا الكرام، وبنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتواجده معنا اليوم من داخل محافظة كفر الشيخ، وبالتحديد في جامعة كفر الشيخ. وبنشكر هيئة التنظيم، وبنشكر كل التنفيذية بالدولة من خلال قناتنا قناة